ده مفتاح النجاح لأي انترفيو في أي مكان في أي مجال. فلازم تبقى داخل الانترفيو وانت عارف كويس الانترفيو ده وظيفته الأساسية ايه. لازم حضرتك يبقى عندك المنتاليتي بتاعت ان انا بجاوب على الحاجات اللي يقصدها الانترفيور مش اللي بيقولها الانترفيور، وفي فرق كبير جدا 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 ما بينهم. الفيديو فيه امثله وسيناريوهات حقيقيه للجدال والمناقشات وضغوطات الاسئله اللي بيقولها الانترفيور وازاي ترد عليها وتفهم هو عايز ايه بالظبط عشان يقولها. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات حديد السفينه. طبعا الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن ازاي تظبط السي في بتاعك كويس جدا بحيث يكون مناسب لدخول سوق الداتا ساينس عموما، والمفروض انك ان شاء الله لو طبقت النصايح دي يبقى حضرتك ابتديت تستقبل مكالمات من الاتش ار بيقول لك لو سمحت عايزين نحدد مع بعض انترفيو. لو كنت سمعت الفيديو اللي فات، الفيديو ده هنكمل عليه وهنقول ازاي نعدي اول انترفيو في مجال داتا ساينس، ولو ما كنتش سمعته هتلاقيني حاطط لك الفيديو القديم في الاي اللي بتتحط هنا او هنا، لسه هشوف بتتعمل ازاي. لازم تفهم ان بمجرد ما حضرتك استقبلت مكالمه من الاتش ار بيقولوا لك عايزين نحدد معاك انترفيو، فده معناه ان الناس دي اوريدي حبت السي في بتاعك وشافت ان الشخص اللي يحمل المعلومات دي عنده بوتنشال كبير جدا. طيب امال هم محتاجين الانترفيو ليه؟ هم محتاجين الانترفيو عشان يعملوا 3 حاجات بالظبط ما لهمش رابع. اول حاجه هم عايزين يعملوا another layer of validation على المعلومات اللي مكتوبه بالفعل في السي في. عايز يتاكد فعلا ان حضرتك هو الشخص اللي خد الكورسز دي وعمل البروجكتس دي وشارك في الانشطه دي وعنده المهارات دي ولا لا. يبقى لازم تفهم كويس ان دور الانترفيو ده هو ان هو يعمل فاليديشن عن المعلومات اللي حضرتك كتبتها. تاني دور من ادوار الانترفيو هو ان هو يقيس الفيتنج بتاع حضرتك للبوزيشن ده وللمكان ده وللتيم ده، ودي حاجة للأسف لو هي مش موجودة مش هنعرف نغيرها. بمعنى انت حضرتك جالك مكالمة من شركة، والشركة دي أثناء الانترفيو حضرتك اكتشفت ان هي بتشتغل مع بنوك، ودي حاجة مخالفة لمعايير حضرتك الدينية، فبالتالي حضرتك هتطلع بعد الانترفيو ده ريجكتد. مش ريجكتد عشان انت عملت اي حاجه وحشه في السي في او عشان مستواك في اي حاجه وحشه، ولكن حضرتك ريجكتد لانك مش بتفت البوزيشن ومش بتفت الشركه ومش بتفت الكالتشر اوفر اول. دي نقطه من النقط اللي الانترفيو بيحاول يعملها معاك واللي مفيش في ايدينا حاجه للاسف نغيرها فيها. ثالث مهمه من مهمات الانترفيو هو ان الانترفيو يعمل انسبكشن عن المعلومات اللي ممكن يكون حضرتك ما كتبتهاش وما شرحتهاش في السي في بنسبة 100%. زي مثلا هل حضرتك عندك ليدرشيب سكيلز؟ يعني لو بقينا شغالين في تيم ما انت بتاخد شغل من 2 اصغر منك مثلا، هل هتقدر تعمل ده ولا لا؟ كمان هل حضرتك عندك القابلية انك تفكر في حلول اوت اوف ذا بوكس لأي مشكلة تحصل في الشغل؟ دي حاجة مش هتنكتب في السي في، فأنا محتاج أتناقش معاك وأدردش معاك عشان أكتشف يا ترى حضرتك هتقدر تعمل ده ولا لأ. يبقى لازم تبقى داخل الانترفيو وأنت عارف كويس الانترفيو ده وظيفته الأساسية إيه. نيجي بعد كده للفترة ما بين استقبالك للمكالمة من الاتش ار ودخولك الانترفيو فعلا. حضرتك بتكون بتجهز على 3 محاور أساسية مرتبين حسب الأهمية، وهتتسأل على ال3 محاور دول تقريبا في أي انترفيو. المحور الأولاني بيكون هو السي في نفسه. أول معلومات هتبتدي تتسأل عنها في الانترفيو هي السي في والمعلومات اللي واردة فيه والبروجكتس اللي محطوطة فيه والسكيلز والاكتيفيتيز. أي حاجة حضرتك كاتبها في الانترفيو توقع بكل بساطة وبكل سهولة إن ده هيبقى سؤال ضمن أسئلة الانترفيو اللي انت داخل تحضره. تاني حاجة حضرتك هتتسأل عليها ويمكن بشكل غير مباشر هو الشركة نفسها اللي عملت لحضرتك المكالمة وطلبت انك تيجي تحضر الانترفيو. هتتسأل عن الشركة وقد ايه انت فاهمها وقد ايه انت فاهم نشاطها وقد ايه انت فاهم البيزنس بروسس بتاعتها وهي بتعمل فلوس منين بالظبط. تالت حاجة ودي يمكن مش اكتر حاجة اساسية، ولكن تالت حاجة انت محتاج تجهزها للانترفيو وتتوقع انك ممكن تحتاج شوية معرفة فيها، هو الانترفيور نفسه.
يا ترى الراجل ده الباك جراوند بتاعته ايه؟ بيحب ايه في المجال؟ كان شغال في شركة ايه قبل كده؟ الناس بتتكلم عنه ازاي؟ بيفكر ازاي؟ وده هقولك ممكن تستخدمه ازاي لصالحك داخل الانترفيو. بالنسبة للجزء الأول، المعلومات الواردة في السي في. بداية كده لازم حضرتك يبقى عندك المنتاليتي بتاعت ان انا بجاوب على الحاجات اللي يقصدها الانترفيور مش اللي بيقولها الانترفيور، وفي فرق كبير جدا 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 ما بينهم. على سبيل المثال سيكشن زي سيكشن السكيلز حضرتك هتتسأل فيه. انا كانترفيور بشوف السكيلز اللي حضرتك كاتبها بعين، وحضرتك كحد بيدور على وظيفة بتشوف السكيلز اللي انت كاتبها دي بعين تانية خالص. دورك من اول ما استقبلت مكالمة الاتش ار لحد الانترفيو نفسه اثناء الانترفيو هو انك تفكر بعقلية الانترفيور اللي قدامك. هديك مثال عشان تفهم كويس انا قصدي. انا بعمل انترفيو لحد مقدم على وظيفة في الداتا ساينس، ولقيته حاطط من ضمن السكيلز اللي موجودة جافا سكريبت، فبالتالي هسأله ما شاء الله السي في بتاع حضرتك قوي جدا ومشرف جدا، بس انا شايف ان حضرتك حاطط في وسط السكيلز جافا سكريبت، ممكن اعرف ليه او جات ازاي او امتى حاولت تتعلمها او كده؟ لازم نوقف هنا لحظة ونسأل نفسنا، هو الانترفيور سأل السؤال ده ليه؟ معناه ايه؟ ايه اللي بيدور في باله؟ لو انا هفكر في السؤال ده يا ترى هو بيفكر في ايه الانترفيور؟ هو ممكن يكون بيفكر في حاجات مختلفة ومش زي بعض. اول حاجة، يا ترى هل الشخص ده مشتت او لعبي وكل لما بيلاقي كورس بيتكلم عن اي حاجة بيقول يلا اخده وخلاص؟ فمثلا بايثون ماشي، جافا سكريبت ماشي ما يضرش. ولا يا ترى هل الراجل ده بيحاول يعمل حاجة معينة متطلبة الجافا سكريبت فبالتالي هو حد مركز ومرتب وعارف هو بيعمل ايه؟ ولا يا ترى السي في ده اصلا منقول من حد تاني وهو مش واخد باله ان جافا سكريبت بالفعل مكتوبة؟ كل دي اسئله في دماغ الانترفيور وهو بيسالك السؤال الجميل اللذيذ باسلوب شيك اللي قاله من شويه. دورك ان الاجابه تبقى بترد على التساؤلات دي مش على السؤال ده بشكل مباشر. يعني ما تقولش السي في جافا سكريبت محطوطه في السي في عندي عشان انا درستها في الكليه. ما ده مش سبب قوي انك تحط جافا سكريبت في سي في بيتكلم عن الداتا ساينس. طيب ممكن تجاوب إجابة تانية تقول إحنا أثناء الكلية انطلب مننا مشروع في حاجة معينة على الويب مثلا، وكان المشروع ده الأفضل فيه إنك تستخدم جافا سكريبت لأن هي أسرع، وبالتالي أنا بنهاية المشروع كان عندي خبرة كويسة في الجافا سكريبت، فما حبيتش إن الخبرة دي تضيع وبالتالي كتبتها في السي في. خصوصا إن عرفت إن في بعض مكتبات بايثون ومكتبات خاصة بالماشين ليرنينج ممكن ألاقيها جدا implemented على جافا سكريبت. إجابة كويسة وممتازة وأزالت كل التساؤلات اللي موجودة في دماغ الانترفيور. دايما اتعلم مع نفسك تلعب اللعبة بتاعت هو قصده ايه مش هو بيقول ايه. ده مفتاح النجاح لأي انترفيو في أي مكان في أي مجال. مثال تاني بسيط جدا ولازم تتعلم تعمل معاه الاكسرسايز بتاع هو بيفكر في ايه. على سبيل المثال السي في بتاع حضرتك مكتوب فيه ان اخر مرحلة تعليمية بتنتهي بسنة 2020 واول تدريب او انترنشيب او شغل او ما شابه حضرتك خدته في سنة 2022. فالانترفيور مشكورا هيقول لك والله ما شاء الله السي في ممتاز، بس انا ملاحظ ان حضرتك خريج 2022 واول تدريب لك او اول انترنشيب كانت في سنة 2022. فيا ترى حضرتك قضيت السنتين دول بتعمل ايه او السنتين دول كانوا فين من السي في؟ وقف الفيديو وحاول تفكر يا ترى الانترفيور قصده ايه من سؤال زي ده، بعدين ارجع شغل فيديو تاني. الانترفيور ببساطة لما سألك سؤال زي ده كل اللي في دماغه ممكن تكون حاجات برضو عكس بعض. يا ترى هل الشخص ده خلال السنتين كان قاعد بيلعب ما بيعملش حاجة؟ ممكن لو ولد يكون كان في الجيش، ممكن يكون للأسف هو عادل سنة ومكسوف يكتب في السي في، ممكن يكون كان بياخد كورس بقاله سنتين بيحاول ان هو يقدم على وظيفة بيفشل وبالتالي احنا اول ناس تكلمه او اول مكان هيشتغل فيه من سنتين. كل دي تساؤلات في دماغ الانترفيو. دورك انك تحاول تزيل كل التساؤلات اللي عنده دي بإجابتك.
بدون ما تخلق تساؤلات جديدة وبدون ما تكذب. يعني على سبيل المثال لو ولد هيقول بكل بساطة أيوة فعلا أنا خريج 2022 ولكن أنا عندي كان فترة جيش، وفترة الجيش دي لسه خلصانة من فترة قريبة 3 4 5 شهور، ودي الفترة اللي أنا ابتديت فيها أراجع تاني معلوماتي وأظبط CV عشان أقدر أدور على فرصة مرة تانية. إجابة جميلة. في إجابة تانية ممكن تخلق شوية تساؤلات أكتر، زي إن أنا فعلا اتخرجت في سنة 2022 بس للأسف من ساعتها ما قدرتش أتحصل على وظيفة في مجال داتا ساينس ومن ساعتها وأنا بذاكر. دي إجابة ممكن تخلي الانترفيور يقول طب يا ترى ده معناه إن هو شخص مش شاطر؟ ده معناه إن الظروف كانت صعبة؟ ده معناه إن حصل أي حاجة تانية؟ عشان كده وانت بتقول الإجابة حاول إن إجابتك ما تخلقش تساؤلات تانية، حاول تسد الفجوات دي. يعني لو أنا هجاوب الإجابة دي وده اللي حصل فعلا، ممكن أتكلم عن شوية حاجات كانت شغلاني كمان في الحياة خلال الفترة دي، فبالتالي أبرر السنتين دول ويبقى الانترفيور مش حاسس إن هم كانوا فترة كبيرة. فأقول مثلا فعلا أنا من 2022 أو من 2020 ما حصلتش على أي وظيفة في الداتا ساينس، بس ده راجع لأسباب كتير. طبعا اولها ان انا كنت بذاكر وبجهز للسوق، تانيها ان كان في ظروف عائليه خاصه بالبيت خاصه بالاسره كانت بتحتم عليا ان انا افضل في البيت لفترات طويله، بالتالي ما اقدرش ادور على حاجات بره او انشغل عن البيت فترات طويله. فللاسف الظروف دي احتلت وقت كبير من وقتي خلال السنتين اللي فاتوا، ولكن انا وجودي هنا حاليا الحمد لله الظروف دي انتهت، وانا نفسي الاقي مكان اقدر اثبت فيه نفسي وعوض طبعا الوقت اللي فات ده بشكل كويس ينعكس بالإجابة على الكارير بتاعي والسي في بتاعي. هنا انت ابتديت تسد الفجوات بدون برضو ما تقول حاجة ما حصلتش، لأن كلنا أكيد مشغولين في بيوتنا وكلنا أكيد كان ورانا مصالح وما شابه. بس أنا كانترفيور حسيت إن لأ، حد كان مشغول في البيت وبيذاكر، حصل عن شوية حاجات خلته مش فاضي أكتر شيء يعني، فبالتالي ممكن يكون رقم زي سنتين ده مبرر. طول الانترفيو انت هتلعب لعبة القط والفار دي مع اي حد بيكلمك، العبها بذكاء شديد جدا والعبها بشرف شديد جدا، ما تقولش اي حاجة كده، ولكن خلي اجاباتك كاملة واضحة شفافة بتجاوب على كل تساؤلات الانترفيور بسهولة بدون ما تخليه بيطلع الكلام من بقك زي ما يكون بيشده واحدة واحدة. أهم جزئية حضرتك هتنسأل عنها في السي في بلا منازع هي البروجيكتس. عشان كده أنا في الفيديو اللي فات كنت بقول لك document everything، كل طريقة تفكيرك في المشروع حطها وطلعها. هتسأل في إيه عن البروجيكتس؟ لازم تتوقع شوية أسئلة تقريبا هتتكرر في كل مشروع. هسألك ليه حضرتك استخدمت الماشين ليرنينج موديل ده ومش الموديل ده؟ ليه حضرتك عملت بري بروسيسنج بالشكل الفلاني وكريت الفيتشر الفلانية وما استعملتش الشكل الفلاني؟ هسألك عن الداتا بايبلاين اللي المشروع بتاعك شغال بيه. هسألك عن الايفالويشن متريك. هسألك عن الاوبتمايزيشن متريك اللي كان الموديل بتاعك بيستعمله. هسألك عن حاجات كتير جدا 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 ليها علاقة بالمشروع نفسه. امسك ورقة وقلم وفكر يا ترى ايه الاسئله اللي ممكن تتسال في اي مشروع داتا ساينس. هتلاقيها اسئله كتير وثابته الى حد ما. المهم عندي ان حضرتك تتدرب في الفتره دي ذهنيا وكمان بطريقه الكلام على عرض الحاجات دي بشكل كويس وبشكل واضح ولا يدع مجالا للشك، وشكل فعلا بيجاوب على التساؤلات اللي قدامك. جزئيه المشاريع دي بتتضمن المشاريع اللي حضرتك اوريدي عاملها في السي في، وكمان لو هم ادوك تاسك او يوز كيس حضرتك تعملها وهتناقشها خلال الانترفيو، دي طبعا هيبقى ليها الاولويه. فكر في كل حاجه ودوكيومنت كل حاجه اثناء البروجكت نفسه، وخلي كل خطوه بتاخدها في المشروع ليها جاستيفيكيشن منطقي، بغض النظر عن الجاستيفيكيشن ده ممكن يكون صح او غلط، ولكن شخص مدفوع بالمنطق اللي انا اقدر افهمه واللي اي حد يقدر يفهمه هو افضل من شخص بيوصل للاجابه الصح او للكونكلوجن الصح بنظام ضربه حظ بدون ما يبقى فيه عمليه فكريه منطقيه ورا اللي عمله ده. دايما اختار تكون الشخص الاول حتى لو لم توفق بنسبه 100% للاجابه الدايركت الاكيوريت الصح. دايما خلي كل خطواتك والتنقل من خطوه للتانيه ليها سبب منطقي وليها دافع منطقي. لو حضرتك أديت كويس في جزء الأسئلة بتاع المشاريع، غالبا أنت هتتسأل نوعية من الأسئلة
اللي انا ممكن اسميها الكيرف بول كويستشنز. يعني ايه الكيرف بول كويستشنز؟ يعني هو اثناء سؤالك عن المشاريع بيبقى كانه طالع بيك كيرف، كوره كده طالعه كيرف لفوق لفوق لفوق، انت عمال تبرر كل حاجه وعمال تفكر في سبب لكل حاجه وبتجاوب على ده ببراعه شديده. يجي يبتدي يسالك في المشاريع برضه، ولكن باستخدام لو. يعني ايه؟ يعني مثلا يسألك يقول لك طيب لو ما كانش عندنا كاتيجوريكال فيتشرز خالص في الداتا سيت، كنت هتفضل برضو استخدام اكس جي بوست زي ما حضرتك استخدمته؟ الأسئلة دي بقى بتبتدي يبقى فيها نص ونص. نص حاجات انت بالفعل اشتغلت عليها، ونص السيتويشن اللي هو اداهولك جديد. في الأسئلة دي أنا بقيس طريقة تفكيرك، وبتأكد فعلا ان الخطوات اللي انت بتاخدها هي خطوات منطقية طالعة من دماغك، ده يقدر دماغك يوصل لها حتى لو احنا قاعدين على الترابيزة بتاعت الانترفيو. يعني على سبيل المثال هقول ممكن اكس جي بوست هيأدي نفس الكلام ده، لان كذا وكذا وكذا، وده هيخلي الاداء متقارب، او اداء اكس جي بوست يمكن احسن لو شلت الكاتيجوريكال فيتشرز. يجي يسألك سؤال تاني، طيب جميل المشروع ده جميل وطريقة حضرتك فيه جميلة، هل لو احنا محتاجين ان المشروع ده يبقى ريل تايم هتعمل له ديبلويمنت بنفس الطريقة اللي عملته بيها؟ هنا هتبتدي حضرتك قارن بين الطريقة اللي اوريدي بالفعل انت عاملها والطريقة اللي احنا محتاجينها عشان يبقى الريكوستس على الماشين ليرنينج موديل ده اعلى بكتير واسرع بكتير، بحتاجها في وقت ريل تايم او نير ريل تايم. يا ترى ايه اللي هيتغير؟ يسألك مثلا يقول لك لو انت عندك 10% من الداتا اللي احنا بعتناها لك بس، او مشروع اكس اللي انت كاتبه في السي في اللي اتمرن على 100 مليون ريكورد، لو انت عندك مليون ريكورد بس، كان اختيارك للموديل هيبقى نفس الاختيار؟ طب كان خطوات الفيتشر انجينيرنج بتاعتك هتبقى ثابته هياها؟ على سبيل المثال في سيتويشن زي ده، لو انت عامل دروب للميسنج فاليوز بسبب ان انت عندك 100 مليون ريكورد، وفجأة بقى عندك 10% من الريكوردز دي اللي هي 10 مليون ريكورد بس، اكيد منتظر مني ان هو يسمع كلمة زي لا، اعتقد المرة دي هبقى حريص اكتر ومش هدروب الميسنج فاليوز، هدور على امبيوتيشن تكنيك تاني، وهكذا. الاسئلة دي هي معركة فكرية بين الانترفيور وبين حضرتك، طبعا مش بالشكل المعتاد، ولكن لازم تفهم فيها انك محتاج تخلي دماغك يسترتش ويفكر في الموضوع بشكل منطقي واضح، مفيش فيه لخبطة كتير، وفي نفس الوقت تكون انت دربت نفسك على العملية المنطقية دي، لان مع ستريس الانترفيو، ستريس المواعيد والدخول وما شابه، ممكن ده يبقى صعب عليك. فحاول تعيش نفسك في السيتويشن ده، ودوري هنا ان انا بحكي لك عنه in advance قبل ما ده يحصل بالفعل. بكده بنكون خلصنا اول محور، وهو محور معرفتك بالسي في الشخصي بتاعك وجاهزيتك للاسئله اللي ممكن تتسالها بشتى انواعها، والطرق بتاعه الاجابه الفعليه اللي انت محتاج تجاوبها على حاجه زي كده. تاني محور حضرتك محتاج تكون عارفه او مذاكر فيه شويه قبل ما تخش الانترفيو هو الشركه. لو حضرتك رايح تعمل انترفيو في شركه اي كوميرس، ما تقولش لما تتسال عن الشركه ان والله انا اعرف ان حضراتكم شركه اي كوميرس وتسكت. ده بيبين ايه للانترفيور؟ بيبين للانترفيور ان حضرتك مش فارق معاك الشركه، مش فارق معاك الظروف، مش فارق معاك التيم، انت عايز تشتغل وخلاص. وده ممكن يكون كويس لبعض الناس، بس لبعض الناس التانية بيبقى حاسس ان لا، كنت عايز افضل حد مهتم بالشركه وحاسس ان هي ممكن يبقى في نقط تلاقي بين حضرتك وبين الشركه، لان زي ما بقول لك العلاقه بينك وبين الشركه المفروض تبقى وين وين سيتويشن. الشركه بسبب ظروفها وبسبب استراتيجيتها عايزه تحقق حاجه معينه، وانت كشخص عايز تحقق حاجه معينه، وبالتالي الحاجات المشتركه بينك وبين الشركه هي اللي هتدفعك قدام. على سبيل المثال شركة اي كوميرس، والشركة دي مثلا حصل لها اكويزيشن، الفترة اللي جاية بتحاول انها تكبر التيمز عشان عايزة تادوبت الداتا ساينس تكنولوجيز، تبقى مواكبة للتطور اللي بيحصل وتبقى بتستخدم احدث تقنيات موجودة. ده بالنسبة للشركة، وعشان عايزة تكبر وعشان عايزة مثلا تعوض الفلوس اللي حصل بيها الاكويزيشن ده. طيب حته ان الشركه عايزه تادوبت الداتا ساينس تكنولوجيز، ده مفيد ليك انت، لان انت عايز تتعلم داتا ساينس تكنولوجيز وعايز تتعلم ماشين ليرنينج، فبالتالي في نقطه تلاقي لازم تذاكر بشكل ما، وانت بتذاكر تبرز النقط. يعني لو انا هتكلم عن شركه اي كوميرس انا مقدم فيها، هقول والله يا فندم شركه اكس واي زد بتاعت حضراتكم شركه اي كوميرس،
وهي تعتبر من افضل الشركات اللي موجوده في مصر مثلا، وحصل لها اكوزيشن من سنتين لشركه كبيره تانية. وحاليا انا ملاحظ ان توجه حضراتكم بقى ناحيه التكنولوجي اكبر من الاول، وبالتالي حضراتكم مؤخرا بقيتوا تعملوا هايرنج التيمز ريليتد بالسايبر سيكيورتي، ريليتد بالاي اي. كمان بقيت اشوف بوستس لحضراتكم عن تكنولوجيز زي ال امز والجين اي اي وما شابه. فدي اشاره كويسه جدا ان حضراتكم عايزين تخلوا الشركه ماشيه في الاتجاه الحديث اللي بيواكب كل التكنولوجيز اللي بدات تتطور دي. عشان كده انا حابب اكون جزء من الكيان ده، لان اكيد انا هتعلم كتير وهستفاد كتير في الوقت ده، لاني هبقى جزء من البناء ده وهتعلم كتير اثناء الرحله دي. إجابة ممتازة، وبتبين للشخص اللي قدامك ان انت مش بس عارف ان الشركه دي شركه اي كوميرس، انت عارف ان هي حصل عليها اكوزيشن، وعارف ان هي من بعد الاكوزيشن بدات تبني تيمز اكتر، وان هي بتحاول تعين تيمز في التك اكتر مش في الاوبريشنز زي الاي اي والسايبر سيكيورتي. بالتالي انت عايز تكون جزء من النمو ده. الإجابة دي بتبين إن حضرتك مهتم بالشركة، حابب الشركة. وأكيد أنا كإنترفيور لو حد عنده معلومات كويسة عارف الشركة، يبقى بالنسبة لي أفضل من حد عنده معلومات كويسة مش عارف الشركة. نيجي بقى لآخر نقطة أتمنى إن حضرتك تذاكرها وتعرف عنها قبل ما تروح الانترفيو. حاول تعرف الانترفيور. ليه؟ لكذا سبب. أولهم تقلل الرهبة وتبتدي ترسم صورة في خيالك يا ترى الراجل ده يكون مهتم بإيه ومش مهتم بإيه. تانيهم عشان تتعلم تدير الحوار بفاعلية وتجذب الحوار للنقط اللي انت قوي فيها، وتبعد الحوار عن النقط اللي انت ضعيف فيها، وده ممكن يكون مفتاح مكسب في كتير من الانترفيوز. على سبيل المثال، لو حضرتك خدت الايميل كوبي اللي جاي لك فيه الانفيتيشن، رحت حطيته في لينكد ان، طلع لك باشمهندس اي بي سي. باشمهندس اي بي سي هو عامل ماسترز في الاستاتستكس، وكان شغال في مكان از ستاتستيشن. الراجل ده قوي جدا في الاستاتستكس. طيب ده كلام جميل. سألت الناس عنده في التيم، قالوا بيهتم بتكنيكس ليها حاجات او ليها علاقة بالاستاتستكس زي اي بي تيستنج وما شابه. جميل، معلومات عرفتها. نيجي بقى الانترفيو، هيبتدي يسأل حضرتك عن أسئلة ليها علاقة بنقاط القوة عنده اللي هي الاستاتستكس. فهو مثلا انت لو عامل linear regression model هيسألك عن حاجة اسمها statistical assumptions of linear regression model. حاجات طويلة وكتيرة والناس بتوع الاستاتستكس بيحبوها قوي. طيب احيانا لما بحس ان الموديل ده statistical قوي، ممكن اعمل الموديل ده وموديل تاني، او ابين اللينير ريجريشن ده على اعتبار ان هو كان البيز لاين، وان الحل الكويس بتاعي كان موديل تاني خالص. او ايفن اشيل لينير ريجريشن عشان هو هيبقى فيه statistical debate بيني وبينه في الحته دي، وانا مش قوي فيها، انا عارف نفسي. لكن لو رحنا لنقطه الماشين ليرنينج واتكلمنا عن المتريكس وازاي عملنا اوبتمايزيشن والجريدينت ديسنت بيشتغل ازاي، هلاقي نفسي بجاوب حلو. لكن لو بجاوب عن نقط زي الهوموستاتيسيتي والاندبندنس اوف ايرورز، هلاقي نفسي بجاوب وحش. فبالتالي انا لازم ابقى بدير الحوار بالشكل ده. يعني ممكن يسالني طيب انت ليه ما استعملتش لينير ريجريشن في البروجكت ده؟ لينير ريجريشن كان هيبقى كويس جدا وهيبقى ابسط وهيبقى اسهل والكلام ده. خلي بالك لو اتكلمت في لينير ريجريشن هيسحبني اللينير ريجريشن، وهو قوي في الاستاتستكس، فهتسال في statistics انا ممكن ما اكونش اقوى حاجه فيها. مش بقول لك ما تذاكرهاش، بس انا بقول لك ممكن ما اكونش اقوى حاجه فيها. انا لو هجاوب هقول والله لينير ريجريشن اختيار ممتاز، ولكن انا حبيت ان انا استخدم موديل اكس واي زد لان حسيت ان هو عامل فرق كبير في البرفورمانس عن البيز لاين. بالفعل انا استخدمت لينير ريجريشن في البدايه، ولكن الفرق الكبير ده حسسني ان لا، في فرصه كبيره ان اخد جين اكبر. فبالتالي انا كملت مع موديل اكس واي زد وحسنت فيه وعملت الفيتشر انجينيرنج من وجهه نظره، لان هو كان مديني جامب كويسه جدا عن البيز لاين بتاعي. هنا الانترفيور مضطر يسيب الكلام عن اللينير ريجريشن ويروح يتكلم معاك عن الموديل اكس واي زد، وبالتالي انت قفلت باب هو كان ممكن يكلمك منه عن حاجات هو قوي جدا فيها. وللاسف دي حته تريكي ومش هتقدر طول الوقت تعملها، لكن لو عملتها حاول تعملها بذكاء. في النهايه انا حابب اقول لك شويه نصايح. اول حاجه، يا ريت الانترفيو بتاعك يخلص وانت قلت معرفش مره واثنين وثلاثه. كلمه معرفش مريحه وامينه جدا وقوية جدا. تاني نصيحة ورا النصيحة دي على طول، اوعى تقول معرفش وتسكت. يعني على سبيل المثال حضرتك كاتب انك بتستخدم تنسر فلو في الديب ليرنينج، مظبوط؟ ايوه مظبوط. طيب ايه رأيك في باي تورش
احنا بنستخدمها هنا؟ الإجابة اللي المفروض تجاوب بيها هو إنك تقول بصراحة أنا معرفش بشكل دقيق 100%، لكن أنا عارف إن في similarities بينها وبين TensorFlow، وعارف إن هي ممكن تكون فيها flexibility أكبر شوية من TensorFlow في بعض الحاجات. أعتقد لو التيم هنا بيشتغل بيها أنا ممكن أحتاج وقت قليل جدا عشان أنقل النولج بتاعتي من TensorFlow لبايتورش. الإجابة دي بينت إن حضرتك أمين، مش بتقول إنك بتعمل صاروخ فضائي بايتورش، وبينت ان حضرتك عندك بوتنشال انك تتعلم بايتورش، ومش هتكون في بلوكرز بينك وبين التيم. لا، انت محتاج اسبوع تبتدي تقرا عن بايتورش والسيميلاريتيز بينها وبين تنسور فلو، تحاول تعمل كذا يوز كيس كده من تنسور فلو لبايتورش وهتبقى كويس فيها. اجابه مشجعه، اجابه جميله، اجابه اي حد في الدنيا يتمنى ان يبقى عنده الكانديديت ده في التيم بتاعه. تاني واهم نصيحه، لازم تبقى بتعرف تسيت التون بتاع كلامك، الشخص اللي انت بتتكلمه، بدون ما يبان كلامك فيه تعالي او فيه استخفاف بالشخص اللي انت بتتكلمه ده. يعني انا لو حد بيسألني عن الريكول والبريسيجن، لو الشخص اللي قدامي داتا ساينست، هبتدي اديله المعلومات دي في شكل ايكويشنز انا عارفها، ممكن اكون حافظها. طيب لو قاعد في البانل داتا ساينست وسي اي او، المفروض ان كلام حضرتك يبقى مناسب للاتنين، المفروض ان كلام حضرتك يبقى مفهوم للاتنين. عشان كده ما تتسرعش وتجاوب على السؤال ده بطريقه يفهمها الداتا ساينس بس وما يفهمهاش السي او. ده شيء مش ذوق، وممكن ناس تحس باهانه لو انت جاوبت بالطريقه دي. فكر دايما ازاي اعرض معلومتي بطريقه بسيطه يفهمها السي او، بدون ما يحس ان انا بشرحها له كأني بشرحها لطفل في الحضانة معانا 3 برتقانات. على سبيل المثال أنا ممكن أقول للسي او البريسيجن بالنسبة لنا هي نسبة الحاجات اللي احنا اتأكدنا ان هي فعلا في الستيت دي بعد ما الموديل قال عليها ان هي في الستيت دي. على سبيل المثال لو الموديل قال على 100 حاجة ان هم fraudulent transactions، واحنا لما اتأكدنا طلع منهم 80% بس fraudulent، ده معناه ان البريسيجن بتاعت الموديل هي 80%. اخيرا هتتسأل في كل انترفيو سؤال بسيط وسلس وسهل جدا، هيتقال لك ليك اي سؤال؟ رجاء حاول تجاوب على السؤال ده اجابة تبين رغبتك في الانضمام للشركة دي. يعني ايه نوعية المشاريع اللي حضراتكم شغالين عليها؟ ممكن اعرف اكتر عن structural data teams عندكم، ممكن اعرف حضراتكم ابتديتوا هايرنج او التيم ده انا هكون اول شخص فيه، او تيم الداتا ساينس بالفعل شغال ازاي عندكم، وما شابه. اجابتك على السؤال ده افضل كتير من سكوتك عنه. ان شاء الله بعد اتباع الحاجات اللي في ال2 فيديوز دول هيبقى سهل جدا ان حضرتك توصل لاول وظيفة داتا ساينس ليك ان شاء الله.